ولذلك إذا قيل هل نتحزب أحزابا أو أن مسألة التحزب مرفوضة جملة وتفصيلا، الجواب هذا يختلف باختلاف النتائج من التحزب. فإن كان التحزب عبارة عن توزيع الأعمال الدعوية، فهؤلاء حزب مواعدة المشايخ، وهؤلاء حزب جلب الصدقات، وهؤلاء حزب إنشاء المشاريع الخيرية، وهؤلاء حزب متابعة الأعمال والمساجد التي تبنى والآبار التي تحفر، فتكون أعمال الأحزاب ونتائجها تعاضدية تكاملية، فهذا جائز لا حرج فيه. فمن طلبة العلم من يفتح له في الحديث، ومن طلبة العلم من يفتح له في التفسير، ومن طلبة العلم من يفتح له في الفقه والقواعد والأصول، هذه أحزاب، ولكن أعمالها تكاملية تعاضدية. وأما إذا كانت نتائج التحزب والتشيع إنما هي التصادم والتنافس، وأن يضرب بعضهم بعضا، وأن يقدح بعضهم بعضا، وأن ينسى كل حزب قضيته الأولى، وتكون قضيته وهمه وشغله الشاغل هو كيف يسقط الحزب الآخر، هذا التحزب هو الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن. فكل تحزب منهي عنه في القرآن إنما هو التحزب الذي لا يفضي إلا إلى المفاسد الخالصة أو الراجحة. وكل تشيع أو التفرق شيعا منهي عنه في القرآن فإنما هو التشيع الذي يوجب المفاسد الخالصة أو الراجحة. وأما تنويع الأعمال الدعوية وتفريق طلبة العلم على مناهج الدعوة هذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يوجب إلا تحقيق المصالح الخالصة أو الراجحة. فإذن تعلموا وتأدبوا بأدب العلم، واختلفوا فيما بينكم لا حرج، ولكن تأدبوا أيضا بأدب الخلاف. ومن أعظم آداب الخلاف أن يكون خلافا في الظاهر لا يتطرق إلى القلوب والبواطن مطلقا،